السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة عند المرشدي يعني الأدوات المنزلية، وخصوصا أدوات المطبخ. بيهتم قوي بالمطبخ، حلل بقى، الكروكوماز، أطقم مشكلة مش قادرة أقول لكم، سلستين وجرانيت، وعنده كمان نوع تالت اسمه سيراميك. كل ده خامة واحدة، موديل واحد، بس أسعاره بتتفاوت. يعني عنده العالي قوي وعنده المتوسط وعنده السعر المناسب الرخيص. انا من وجهة نظري المتواضعة لازم اخد اللي يناسبني. انا ادرى بظروفي، محدش يفرض عليا سعر معين اشتري بيه. اللي انا حاساه وحابه الطقم ده يكون في مطبخي وبستخدمه، ادفع ثمنه. يعني عنده من اول 3000 جنيه لغايه اقصى حاجه 18000 جنيه. في بنات بتحب تشتري الحاجه الغاليه وتقتنيها، وفي حد بيقول لك لا انا اجيب اللي على قد ايديا، في بسبعه، في بسته، في بثمانيه، وخير الامور الوسط. ولكن عايزه اقول لكم كلها خامات حلوه وعاليه وجوده ومتانه بصراحه. واللي لافت نظري ان هو اسعاره ما غليتش قوي. يعني انا كنت شاريه كذا حاجه السنه اللي فاتت، لا يعتبر يعني قريب قوي من السعر بتاع السنه اللي فاتت، ده حقيقه. ولكن الخامه بتاعته بصراحه لا يعلو عليها. المرشدي يعني الادوات المنزليه، جوده عاليه، خامه محترمه قوي. الكواليتي بتاعه عالي قوي، الالوان بتاعته جميله، مش باهته كده ولا مكربه، لا لا لا، الوانه حلوه قوي. حاجات تخطف العين كده فعلا. يعني قبل ما تطبخي كده وتشوفي الحله تفتح النفس، هتلاقي الاكل زي السكر هيطلع من تحت ايديكي. والنفس طبعا ست البيت الشاطره، المصريات كلهم شاطرين في اعمال الاكل. عايزه اقول لكم ان كل واحده مقتنعه بطقم بتشتريه. انا ما بحبش عامه الحاجه الغاليه قوي المقفوره قوي. ديننا وسطيه وخير الامور الوسط. لا اجيب غالي قوي ولا اجيب رخيص قوي، وسط حلو كده، بحيث ان احنا ايه، نعرف نتعامل معاه، يعيش معانا، يستحمل. وانا اشك ان الاطقم دي بيحصل لها اي حاجه. انتوا تحافظوا عليها. طبعا ما تتعبش بسلكه، ما تتقلبش غير بحاجه سيليكون او خشب، بحيث ان احنا ما نجرحهاش، لان الحله لو اتجرحت خساره، هي باظت ومش هتعرفي تستخدميها تاني ابدا. فحرام ان احنا ما نحافظش على حاجتنا، خصوصا ان الحاجه الايام دي غاليه وبالشيء الفلاني. وبرده في الوسط، وفي كمان الاسعار العاديه اللي هو في متناول الايد، سواء جرانيت، سواء سلستين، سواء سيراميك، سواء تيفال. كل حاجة عنده موجود. عنده حتى التصاج بأسعار متفاوتة. عنده القوالب، وعنده الصواني، وعنده القلايات، وكمان عنده الجريلات. كل دي أسعار متفاوتة، في الغالي وفي المتوسط وفي الرخيص، وكل الألوان وكل الأنواع وكل الموديلات. بصراحة أنا مش قادرة أقول لكم، دخلت المكان انبهرت بالموديلات، بالأسعار، بالألوان، بالأشكال، بالأحجام، حاجات جميلة جدا. وعدد الأطقم كمان، في أطقم 18 قطعة، وفي أطقم 10 قطع، وفي أطقم 17 قطعة. لا، في أطقم حلوة قوي، يعني في لبانة، وممكن تلاقي 3 كنكات كده هدية حاطينهم لك. لا لا، بصراحة أنا المرة دي اتبسطت قوي في المرشدي، خصوصا في الأدوات المنزلية اللي هي بتخص المطبخ. كمان السلسين بتاعه هايل. عنده أسعار كتيرة جدا بالنسبة للسلسين. بداية والله عنده حاجة ب4.5، وعنده حاجة ب3.5. تحفة تحفة التحفة. أنا نفسي شلتها، لا لقيتها تقيلة ومحملة. عنده ستاف كمان حلو قوي. كل حاجة العروسة نفسها فيها تجري على المرشدي. أسعار حلوة يا بنات، وتشكيلة هايلة، تشكيلة كبيرة جدا ما تلاقوهاش في أي حد ولا في عند أي مكان. بصراحة هتدخلي هتشتري، لأن طلبك بالبلدي كده هتلاقيه. هتلاقي الغالي، وهتلاقي المتوسط، وهتلاقي الرخيص، وهتلاقي كل الأنواع. عايزة السلستين هتلاقي، عايزة تيفال هتلاقي، عايزة نوفال هتلاقي، عايزة جرانيت او سيراميك هتلاقي، عايزة الومنيوم هتلاقي. كل حاجة عنده اللبانات، وعنده الكنك، وعنده البراد، وعنده كل حاجة. انا مش لاقي حاجة من الإيتاش مش عنده بتهيألي. لدرجة التصوت عنده التيفال، وعنده السيراميك، وعنده الجرانيت. عنده كل حاجة، وسلستين. عنده القوالب بتاعة المكرونة، وكمان عنده الطاسات المدورة، وطاسات اللي بتقلي فيها، والقلايات وكمان هتلاقي عنده الجريلات. كل حاجة عنده. الجريل الدبل اللي هو بالغطا. مش قادرة اقول لكم ان كل حاجة عنده متوفرة وبأسعار حلوة معقولة. عنده زي ما قلت لكم الغالي، وعنده المتوسط، وعنده الرخيص. مش معنى الرخيص ان هو وحش، لا بالعكس، حلو جدا ومخدوم زيه زي الغالي، ونفس الالوان ونفس الدرجات. بس بيختلف في حجم الحلل، وبيختلف في عدد الحلل. يعني العدد اللي هو بيناسبك انت كعروس او كست بيت بتجددي بيتك،
زي ما انت عايزه. كمان لفت نظري ان هو عنده الحلل الضغط، سعرها حلو قوي، عنده حله ب 2700 جنيه، دي تركي، حلوه جدا، استغربت لسعرها، طبعا سعر حلو قوي. عنده كمان حاجات حلوه قوي، انك انت بتشتري بقيمه 15000 جنيه، اي عروسه بتشتري بقيمه 15000 جنيه من الشركه المعلنه عندهم، بتاخد على فكره هديه قيمه جدا، وممكن بتوصل لذهب، هدايا ذهب يعني. عايزه الفت نظركم ان كل حاجه عنده متوفره، حتى الحلل الفرداني، وممكن تاخدي طاسه واحده، مش لازم الثلاث قطع، ممكن تاخدي طاستين، مش لازم الثلاثه، زي ما انت عايزه. ما بيقولش لحد لا، ما بيقولش لاي عامل لا، ما فيش. بصراحه متهاون، متفاعل مع الناس، مراعي ظروفهم. بصراحه يا جماعه، يا بنات، يا حبايبي، كل حاجه عنده حلوه. عنده اطقم على فكره ب 3000 جنيه او 3600، تحفه روعه، والالوان مبهجه كده وحلوه وتلفت النظر، جميله جميله جميله. خدوا فكره عن كل الاسعار، عن كل الموديلات، عن كل الانواع، وعن كل الخامات اللي عنده. لازم توصلوا له، هو ده في زايد. حاجاته حلوه قوي يا بنات، مش هتخسروا حاجه لما تتفرجوا. اتفرجوا على الفيديو وشوفوا الاسعار براحتكم، وقرروا وشوفوا عاوزين ايه، واي حاجه شاوروا بس عليه وانا اوصلها لكم لغايه البيت. كانت معاكم جليلة فؤاد. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس عشان هيوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.